فحادثة صادمة هزت المملكة العربية السعودية. تحولت أجواء المرح إلى لحظات من الرعب داخل منتزه الجبل الأخضر بمنطقة الطائف بعدما سقطت لعبة كهربائية مرتفعة بشكل مفاجئ وسط عشرات الزوار. الحادث وقع مساء أمس حينما كانت مجموعة من الفتيات على متن اللعبة التي تعمل بالدوران المركزي، وبينما كانت اللعبة تدور بسرعة عالية تعرض الذراع الميكانيكي لعطل مفاجئ مما أدى إلى انكساره بالكامل لتسقط العربة بمن فيها على الأرض وسط صراخات وهلع كبير في المكان. وبحسب ما أعلنته الجهات الرسمية السعودية فقد أسفر الحادث عن إصابة 23 شخصا، وقد تم نقل جميع المصابين للمستشفيات، فيما وصفت 3 حالات منها بأنها حالات حرجة ودخلت العناية المركزة. وعلى الرغم من تداول شائعات عن وجود وفيات، فإن السلطات الصحية نفت حتى هذه اللحظة تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بالحادث، مؤكدة أن جميع المصابين يخضعون للرعاية الطبية. واستجابة للحادث أمرت السلطات السعودية بشكل مكثف بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة من مختلف الجهات، وتم إغلاق المنتزه بالكامل وفصل التيار الكهربائي عنه حتى الانتهاء من التحقيقات، كما بدأ العمل في مراجعة معايير السلامة في جميع الألعاب الترفيهية في المملكة.